ليه انا دايما بشوف ان الستات هم اللي بيشتغلوا على نفسهم اكتر بكتير قوي، تمام، من الرجاله. يعني دايما معظم امم. الكورسات اللي انا بحضرها، سواء اي بقى كورسات كتابه، تصوير، حتى في الشغل او في اي حاجه، بلاقي ان دايما الستات اكتر بكتير والرجاله دايما اقل. ليه الست دلوقتي بقت بتشتغل على نفسها كتير قوي لدرجه ان هي وصلت عند ليميت معين اعلى من الراجل بكتير، والرجاله لسه ستيل لحد دلوقتي في اللي هو الليميت انا مختلف الادنى هنا او في اللي نقطة. تحت. يعني انا تحس ان هو مختلف هنا مكتفي، في انا حاجة. اصلا انا راجل، فاللي هو انا مش محتاج بقى اشتغل على نفسي لا انا مش. بزياده. انا بحس لا بص انا يعني. مش مقتنع بالنقطة دي بصراحة. انا اوكي. شايف ان الرجالة يا عيني برضو طلعان عينيهم. امم. خلينا نبص على الواقع اللي احنا فيه. الواقع اللي احنا فيه، اول نقطة الراجل مطلوب منه ان هو يشقى، امم. يجيب شقة، يبقى عنده وظيفة فيها دخل كويس، مع الاسعار، مع الضغط الاقتصادي، مع حاجات كتير جدا تخلي الشباب في حالة يعني لهاس. هو امم. قاعد بيجري طول الوقت عشان يكفي تفاصيل صغيرة، مقارنة مثلا بقبل كده بأجيال أقدم. فالموضوع دلوقتي بقى أصعب كتير جدا عند الشباب، فدي امم. أول نقطة. تاني نقطة، الستات ممكن تكون مهتمة أكتر بالجانب النفسي، فدي حتة حقيقية جدا. بس برضو لما نيجي نفكر فيها، هل الرجالة ما بتشتغلش على نفسها في العموم؟ وهل دلوقتي مع ترندات الوعي النفسي، هل الرجالة ما بتدخلش تسأل؟ أنا ممكن بيبقى صعب أقولك قوي، بيبقى ثواني صعب قوي، ثواني. نادرا لما بلاقي راجل بيشتغل بص على انا نفسه ممكن اقول لك فعلا. في حته ان الستات اكتر. امم. تمام، وده طبيعي، جزء برضو من الميول. اغلب الرجاله بيبقى عندها ميول ميكانيكيه اكتر، هو يفرق معاها اكتر الحاجات الاشياء، بينما الستات حتى في تكوينها بيفرق معاها اكتر العلاقات والحاجات دي كلها. امم. ده بنسبه كبيره. بس لا، انا بشوف يعني مثلا من اكبر دكاتره العلاقات، هتلاقي مثلا دكتور زي محمد طه، ماشي، وفي ناس كتير جدا في الحاجه في المجالات دي هتلاقيهم مميزين جدا. فلما نيجي نفكر فيها هتلاقي كده، مين الجمهور اصلا بتاع دكتور محمد طه؟ هتلاقيه معظمه ستات. وفي رجاله كتير، انا لاحظت ان في رجاله كتير جدا. اه، اوكي. حتى لو يعني احنا بنقول معظم موجود، بس في الاخر تلاقي لا، في رجاله كتير بيشتغلوا على نفسها. وبعدين برضه بيشتغلوا على نفسهم في حاجات تانية في الحقيقة. يعني مثلا هتلاقيهم بياخدوا كورسات تكنيكال اكتر. امم. فهل هنا المغالطه بقى بتاعت ان الراجل ما بيشتغلش على نفسه، هل دي حقيقه؟